وفي حديث جبير بن نفير ليبتلين آخر هذه الأمة بالرجم، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرجف والقذف والمسخ والصواعق. الرجف ترجف بهم الأرض. نعم. وقال سالم ابن أبي الجعد: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبوا إليه الحاجة، فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا، وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. وقال أبو الزاهرية: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته. وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهما، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. يعني ما يتعظ مما حصل لصاحبه من العقوبة، ما يتعظ، يكمل المشوار ويقع في الجريمة ولا كأنه أصابه شيء